السلام عليكم احلى متتبعات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه وعافيه. اليوم حبيت نحضر معكم سنيوه بقلاوه محمره الله يبارك. تجيكم ورقه وكل ورقه وحدها بدون ألس توريق وبدون زبده التوريق. ولك قبل ما تبداي الفيديو حبيبتي ما تنسينيش من الجيم والاشتراك في القناه فضلا منكم. ودوك نبداوها مع بعضنا خطوه بخطوه، يعني كامل المبتدئات باذن الله هذه المره راح تصلح لكم وديروا بها حاله في شهر رمضان المبارك. نبداو بالعجينه البنات. عندي 3 كيلات فرينه، انا استعملت فرينه لابيل. عندي كيما راكم تشوفوا الكيله الاخرى درتها نص مايزينا يعني نص نشا، وربع اللي قاعد لي كملته فرينه، يعني درت كلش 3 كيلات فرينه مع كيله تكون مخلطة بين فرينة ونشا هكذا باه نعطيكم المقادير المضبوطة. نزيدوا لها حبة بيض. عندي كيلة سمن تكون معمرة، سمن عادي اللي نستعملوه البنات. عندي ايضا ملعقة كبيرة سكر وملعقة كبيرة لافاني. خلطوهم مليح ولموها بالمازهر. المازهر البنات راح ندير لكم حوالي 2 كيسان هذوك تاع وليد. وخليو العجينه يعني لموها وخليوها ترتاح لكم مليحه مليح في الكونجيلاتور، عفوا في الفريجيدير عادي ماشي في الكونجيلاتور. تخليوها واحد الساعه قبل ما تبداو تطرحوا فيها. هنا نروحوا نحضروا الحشو. بالنسبه للحشو انا ديرت كاوكاو، تحبي ديري لوز، تحبي ديري جوز، تحبي تخلطي بيناتهم كيما حبيتي. عندي 3 كيلات كاوكاو مرحي، انا حمصته كيما راكم تشوفون بعد رحيته. نزيدوا لها كيلة غير ربع السكر العادي، سكر الحبيبات. زيت لها لهنا البنات 3 ملاعق كبار سمن ذايب. وعندي ايضا ملعقه كبيره تاع لافاني باش تلوك النكهه هذيك تاعها. هذا مكان. ولا هنا كيف نلموها هذيك الحشو نلموه بالمزهر فقط، يعني حتى تشوفي الحشو تاعك تلملك. ديري نص كاس تاع وليد هذاك يكون بالمزهر فقط. هنا العجينه كيما راكم تشوفوا قسمتها كل طبقه حندير فيها ست وريقات، يعني 6 طبقات من هذيك العجينه. شوفوا كيف راني نطرح فيها. ندير كل 3 طبقات مع بعضهم هكذا ونطرحهم وباه تجيكم ورقه السر تاعها اللي هي المايزينا اللي هي نشا. يعني بين كل ورقه وورقه لازم تكثري النشا يا البنات هكذا باه تجيكم ورقه وتجيكم مليحه. انا حليتها غير بالحلال كيما راكم تشوفوا، يعني ما درتها لا بالماشينه هذيك لا والو، حليتها غير بيدي هكذا. درت 6 طبقات كما راكم تشوفوا، وبين كل طبقه وطبقه نديروا لها السمن. ضروري كل طبقه تحطيها ديري لها السمن. في الاخير لهنا عفوا في الوسط تحطوا الحشو تاعكم كيما راهو، ومن بعد زيدوا تحطوا 6 طبقات الاخيره اللي يجوا من الفوق. كما قلت لكم كل طبقه تحطوا لها السمن. هنا بعد ما كملت يعني حطيت طبقات كامل على بعضهم هكذا. بهذه الطريقه راح نبداو نديرو طريقه التقطيع تاعها كيفاه تجينا. شوفوا انا كيلت البنات بهذه الورقه، يعني تحبي ديري بالورقه هكا كما درت انا، يعني درت لكم اسهل وابسط طريقه اللي تقطعي بها. تقدري ديري بالطابع يكون مربع وتكيلي به، مي راح يتعبك شويه كي تكون سنيوه كبيره. بس كانت السنيوه هذه البنات اللي درتها كما راكم تشوفوا خرجت لي 100 حبه، يعني راهي سنيوه كبيره ما شاء الله. خاصة الأخوات اللي يديروا طلبيات ولا اللي يديروا مشاريع، وننصحكم يعني ديروها بهذه الطريقة. والسنيوات هذو يطيبوا مليح ثاني ما يحرقوا لكمش. بالنسبة أيضا للفرن البنات ماذا بكم تكونوا سخنتوه مسبقا باه غير تجيو تحطوا البقلاوة تاعكم لازم تنقصوا له. هنا الورقة هذه كما راكم تشوفوا الحبة ما لازمش تجي كبيرة بزاف. حاولوا انكم ديروها واحد 4 سنتيم هكذا ولا الحبه، يعني ما تجيش كبيره بزاف. انا درتها شكل مربع يعني تجي شكل احسن واجمل. يعني هكذا قلت لكم كيلتو ولا تقدروا تكيلوا غير بالمسطره عادي وتقطعوا. هذا ما كان يعني بابسط الحوايج اللي يكونوا عندك تقدري تقطعي به الحبات كامل يجيوك كيما بعضها. هنا يعني بعد ما شكلتها من فوق هكذا نكمل نقطعها حتى لتحت خلاص الحبه. هذه هي البنات الطريقه. العجينه كما قلت لكم لازم تخليوها ترتاح مليح قبل ما تحلوها. كي تبداي تحلي فيها كثري المايزينا، يعني كثري النشا وحلي، يعني بكل طبقه وطبقه حطي النشا مليح وطرحي به تجي كامل قد بعضها وتجيك ثاني مورقه. هذا هو سر التوريق تاع البقلاوه، يعني ما كان فيها حتى حاجه اللي رايحه يعني تخوفك ولا ما تقدريش تخدميها ولا تقولي ما تنجحليش. باذن الله اللي تتبع الفيديو هذا بالتفصيل وبالتدقيق البنات
راح تنجح لها. واي حاجه ما عرفتوهاش البنات خليوا لي في التعاليق، باذن الله راح نرد عليكم كامل. اي اخت يعني حابه حاجه تسقسي عليها تتفضل في التعاليق. لهنا بعد ما كملت قطعتها هكذا بالطول الحبات، راح نزيدو نديرو الشكل المربع يعني شكل حبه. شوفوا انا كنت الورقه هذه البنات شكلت فيها يعني درت الحجم تاع الحبه اللي راني حبيته انا، سواء تحبيها كبيره سواء تحبيها صغيره كيما حبيتي انتيا، يعني راهو في يدك وتقدري تشكليها كيما بغيتي. لهنا هكذا درت الحبات تاعي، ما حبيتش نديرهم كبار بزاف كما قلت لكم، يعني قيستني وهذه مرفه نخدم فيها، يعني هذا هو الحجم اللي مرفه نديرو. هذيك الزياده كامل اللي شيت هذوك كامل اللي يقعدوا لي من بعد البنات، على بالكم بلي كاين بزاف اللي يموتوا على هذوك اللي شيت يقعدوا لكم البقلاوه ولا اي حاجه يعني يبقاو منها، سيرتو تاع البقلاوه يجيو بزاف بنين. هنا خليوهم يعني نورمال، ما تفسدوهمش وما تنحيوهمش حتى من بعد كي طيب وتنحيوهم ديروهم اكوتي. كاين اخوات بزاف ثاني راهم يبيعوهم، وكاين اللي يخليوهم لدارهم ياكلوهم عادي. هنا كيما قلت لكم انا قطعت الحبات يعني كيلتهم، حاولت اني نكيلهم به يجوني الحبات كامل كيف كيف ويجوني قد بعضهم وما تفضليش هذيك العجينه اللي كيما قلت لكم في الحواشي بزاف. هكذا اني نحاول اني نوضح لكم في الفيديو يعني الطريقه اللي خدمت بها البنات البقلاوه، كما قلت لكم به كامل الاخوات اللي حابه تجربها تنجح لها ان شاء الله، ويجيكم الحجم تاع الحبه كامل كيف كيف. هنا هاي كيف يعني نقطع فيها. كي تكون العجينه البنات معجونه مليح وطرحتوها مليح وتكون لكم ورقه يعني ما تخافوش، كي تكونوا تقطعوا فيها مش راح تفسد لكم خلاص، يعني الحبه تقعد لكم هي. كاين اخوات كيجيو يحطوها طيب ولا يديروا لهذوك الكيردون من الفوق، مي انا ما درت لها حتى حاجه، خليتها كيما راهي هكذا كيما راكم تشوفوا. دهنتها من فوق بالسمن. هنا بعد ما قطعتها وكملت دهنتها كامل بالسمن من فوق. ضروري انكم تدهنوها مليح بالسمن وتخليوها ثاني الزيت ترتاح واحد الساعه هكذاك قبل ما تبداو تحطوها الطيب. هنا باه تشرب هذاك السمن تاعها، ومن بعد كي طيب لكم تجيكم كامل كيف كيف، يعني تجيكم على حبه تجيكم محمره وتجيكم ما شاء الله. شوفوا هنا حطيت كميه من السمن تكون كميه مليحه البنات، حاولوا انكم الحبات كامل يتشربوا لكم هكذا من فوق، ومن بعد ندخلوها على فرن 180 درجة. مدة الطهي تاعها البنات انا خليتها تقريبا 35 دقيقة، وهي تطيب على نار قليلة، يعني كل وحدة على حساب الفور تاعها. انا عطيتكم طيابي انا قداه يحكم لي، مي كل اخت والفور تاعها، كاين الفور تاعها فونتيلاتور ما يحكملهاش الوقت بزاف، كاين اللي يحكملها الوقت بزاف، كل وحده والفور تاعها. يعني نتيا كي تشوفيها طابت لك قدات هذيك التحميره باينه راح تطفي لها وزيدي تشعلي لها من الفوق ثاني، زيد تدي التحميره الخفيفه هذيك، وهنا مباشره يعني وهي سخونه البقلاوه تعسليها به تجيك بنينه وتشرب هذاك التعسل تاعها. بالنسبه للعسل البنات انا كنت يعني شريتها من برا، ما خدمتها لا في الدار لا والو، شريتها من برا يعني الطول واجده، عاودت خففتها يعني غليتها شويه ودرت لها شويه ما زهر، ويعني باه تجيكم خفيفه ما تجيش ثقيله بزاف. انا صراحه ما نحبش العسل كي تكون ثقيله بزاف، يعني الحبه تاع البقلاوه من بعد تزيد تلصق كامل، على هذا نحاول اني نخففها شويه بالمازهر ونعسل بها. هنا وهي سخونه قلت لكم مباشره درت لها العسل. العسل تكون بارده البنات ما تكونش سخونه، وزينتها من الفوق بالجوز. هذه هي النتيجه البنات اللي راح تحصلوا عليها. شوفوا كيفاه جات، شوفوا البنات برك يعني باه تولهوا الحاجه اللي شيت هذوك اللي منا ومنا، شوفوا كيفاه يجيوكم مورقين. يعني بالنسبه للاخوات ممكن بالنسبه لكمش في الوسط كيف راهي الحبه، تقدروا تشوفوا غير من اللي شيت هذوك كيف راهم مورقين وتبان كل ورقه وحدها. هذه هي يعني طريقتي كيف نحضر فيها البقلاوه، سواء الطلبيات سواء الاعياد سواء المناسبات. ودوكا كما قلت لكم جايكم رمضان، البقلاوه راهي زينه المائده، تزينوا بها السهرات الرمضانيه. قلت يعني حضريها بهذه الطريقه والله ما تتشبع، سيرتو كي ديريها باللوز ولا بالجوز تجي بنه عالميه تجي ما شاء الله. نقول لكم ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم حبيباتي، ما تنسونيش النجم والبارطاج فضلا منكم، والاخوات اللي راهم يدخلوا القناه نقول لكم مرحبا ونورتوني، وان شاء الله القناه تنال اعجابكم.